ده اللي انا قلت عليه بعد المباراه مباشره، بيقولوا مساعد كلاتنبرج. يا مساء الفل يا كابتن توفيق. يا مساء الفل يا كابتن احمد، حبيبي تحياتي لحضرتك ولجميع متابعينك الكرام حبيبي. انا بتكلم عن بعد ما الناس هديت كده عن الاخطاء التحكيميه فخلينا يعني نسال في حالات الاول ثم سؤال عام في النهايه عن ازاي الحاله واصله للشكل ده تحديدا في الدور الثاني وهو دور حسم البطوله. فنروح على طول لمباراه الاهلي وبيراميدز. في لقطات وقفت عندها ومحتاج رايك فيها الحقيقه يعني. اتفضل. لا يعني خلينا ناخد لقطه، يعني لقطه الهدف، لان لقطه الهدف. لا انا خليني، انا عندي 3 لقطات او 3 حالات مهمين جدا. دير انت الحدث. يعني خلينا نتكلم على 3 حالات مهمين جدا جدا جدا. احنا لما بنحلل يا كابتن احمد مباريات كره القدم احنا بنحلل الوان فرقتين، ليس لنا علاقه مين اللي في الملعب ومين، احنا بنحلل حاله تحكيميه وليس لنا علاقه مين ضد مين او صالح مين، ودي قناعاتنا الشخصيه بنحللها طبقا للقانون مش طبقا لتعليمات اي حد، يعني مش لتعليمات، يعني المفترض ان الحكام بتدير المباراه طبقا للقانون مش طبقا لتعليمات رئيس لجنه الحكام الحقيقه اللي هو فنيا انا بشوفه انه مش على المستوى المطلوب يعني. حلو. فبالتالي عندي 3 حالات مهمين جدا. الحاله الاولى في الشوط الاول تدخل محمود زلاكا لاعب نادي بيراميدز على مصطفى شوبير. أيوة. لما نيجي نراجع اللعبه هنلاقي ان اللعبه هناك استخدام قوه زي ده، ناقص فيه سرعه وفيه قوه وفي اللعب بالقوه بالشكل ده بالسلاح اللي هي الاسترزات الحذاء على المنطقه الاضعف لحارس مرمى الاهلي مصطفى شوبير، هي اصابه رجله. بالتالي حاله طرد يعني سهله جدا. سهله جدا سهله جدا. انت النهارده لو في حكم فار قاعد بالتالي ان غرفه الفار كانت فاضيه، انا في اعتقادي الشخصي ان غرفه الفار ما كانتش موجوده في المباراه دي، او في حاجه ثانيه بتحصل انا مش عارفها ايه الحقيقه. لكن لما بيجي الاقي طاقم تحكيم الماني بهذا المستوى، انا شايف مستوى الحقيقه مستوى بعيد جدا عن اداره المباريات الكبيره. يعني عندي 3 حالات زي ما قلت لحضرتك مهمين جدا. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه، الحاله الاولى دي كانت في الشوط الاول يا كابتن، يعني يعني النتيجه 0-0 وفي الشوط الاول. طبعا دي حاله طرد مؤكده، يمكن حتى احنا اتكلمنا فيها وتناقشنا فيها مع بعض الزملاء الحكام كلهم مؤكدين ان دي حاله طرد مؤكده. طب دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه بقى، الحاله الثانيه حاله في المباراه، يعني هات جميع الزوايا اللي ممكن تتخلف دي، هي بالعلم المجرده لا يوجد تسلل في اللعبه. وانا كنت بتناقش مع احد الزملاء الحكام او 2 كمان الحكام الكبار المحترمين الدوليين، وكنا بنتفق على قالوا لي يعني اختلفوا معايا، وبعد كده رجعنا اتفقنا ان اللعبه ما فيش لا يوجد تسلل حتى بالعلم المجرده. لما تيجي تشوف النقط انت هتشوف النقط مش معموله بالشكل الصحيح. انت قبل ما تخش غرفه الفار لازم تشوف احداثيات الملعب. احداثيات الملعب هنا لما تيجي تشوف الخطوط، انا شايف الخطوط اترسمت بشكل غير دقيق، وبالتالي بالعين المجرده وللوهله الاولى كل الناس شايفه ان الهدف الملغي الحقيقه هو قرار خاطئ من حكم. واقع خبراتي في الاتحاد الاماراتي لكره القدم مع الزملاء هناك، انا لما بيطلبوا حكام بيطلبون بالاسم، يقول لك انا عايز فيليكس، عايز ما اعرفش تيلور، عايز يعني بيطلب الحكم بالاسم. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان هو انا ابعت لك اقول لك ابعت لي طقم فانت تبعت لي الطقم اللي فاضي عندك، انا ما عملتش حاجه. واخد بال حضرتك؟ هنا المفترض النهارده مين قال ان الدوري الاسباني او من الخمس دوريات الكبرى النهارده ما عندناش ولا حكم رايح من اسبانيا في كاس العالم، فانا اجيب حكم اسباني مرشح لمباراه الاهلي والزمالك؟ هذا كلام مش منطقي. الحاله الثالثه والمهمه جدا هي الهدف الثاني لصالح نادي بيراميدز. لما نيجي نشوف اللعبه هتلاقي فيستون مايلي لاعب ارتكب مخالفه جسيمه، مخالفه الدهس على القدم وعلى وش الرجل بشكل مش طبيعي الحقيقه. يعني اللعبه دي مخالفه وانذار مستحق طبقا للقانون، فوت ان فوت ما فيهاش كلام. بالك؟ فبالتالي انا مش فاهم تقنيه الفار كانت فين في المباراه دي. انا مش قادر اتخيل بامانه شديده طاقم حكام الماني كانه شاهد ما شافش حاجه.